هاي، انا كنت اودي. الفيديو اللي فات عجبكم وكان فيه عليه اسئله كتير قوي. في ناس تاهت مني وساحت قالت لي يعني المفروض نعمل ايه يعني. في ناس فهمت بس مش فاهمه قوي حته المكملات. وفي شويه اسئله كانت في الكومنتس وانا قلت لكم ان انا هعمل لكم فيديو اشرح لكم كل الاسئله اللي انتوا هتكتبوها. واديني دلوقتي اهو بعمل لكم الفيديو ده مخصوص عشان اشرح لكم كل الحاجات اللي انتوا مش فاهمينها. اشرح لكم اكتر عن نوع الدايت اللي انا اتكلمت عليه وعن السبلمنت او المكملات الغذائيه اللي انا اتكلمت عليها، وكمان عن ترهل البطن لان في بنوته كتبت لي عن الموضوع ده والمشكله دي. اول حاجه هنبدا بيها المكملات عشان دي اكتر اسئله اتسالت فيها. اول حاجه الالكورنيتين يا جماعه، الالكورنيتين هو ده انا بستخدمه. على فكره بصوا استنوا، انا بشربه، انا مش بشربه، انا هاخده ايه، هاخده حقن، هحطه في حقن وهاخدها بجد. ده مش اعلان، الشركه دي ولا تعرف عني اي حاجه، محدش يعرفني اصلا غير ماما وانتوا بس. فده مش اعلان. الالكورنيتين ده من الحاجات المكملات اللي هتفرق معاكي جدا. هتفرق معاكي في ايه بقى؟ هتفرق معاكي في طاقتك في التمرين وفي تركيزك على مدار اليوم، وهتفرق معاكي في معدل حرق الدهون. في ناس بتخس على الميزان وتفضل تخس كرقم وجسمها يفش بس هل الدهون او تكتلات الدهون بتتغير، بتنزل؟ لا. هنا بقى يجي دور الالكارناتين. بيعمل ايه؟ بيعلي معدل الحرق من الدهون مش من السكر. يعني لو انا هخس بيخليني اخس دهون من الدهون المتخزنه في جسمي، مش بيخليني اخس ميه او عضلات، لا بيخليني اخس دهون. هو ده الالكارناتين. عشان كده انا زي ما انتم شايفين كده انا مخلصه محصول الالكارناتين في البلد. طيب الجرعه بقى بتاعه الالكارناتين، لو انت عندك تمرين هتاخديه از بري ورك اوت، بتاخديه سكوب قبل التمرين لانه بيعلي طاقتك في التمرين وبيعلي معدل الحرق من الدهون في التمرين. فتحديدا بقى لو انت عندك كارديو الموضوع بيفرق جدا. لو انت عندك تمرين كارديو وتاخدي سكوب الالكارناتين قبل التمرينه الموضوع بيفرق جدا 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 يا جماعه. طيب لو انت بقى ما عندكيش تمرين يبقى هتاخديه في البيت عادي في نص اليوم عادي، بس مش لازق في وجبه، يعني مش بعد الغداء، مش قبل الفطار، مش قبل وجبه او بعد وجبه، في نص كده ما بين الوجبات. المكمل التاني اللي انا اتكلمت عليه وهو الكروميوم. الكروميوم بقى بيعمل حاجه لذيذه. اول حاجه هو مكون طبيعي ودي حاجه حلوه قوي. الكروميوم بيعمل حاجه لذيذه قوي، بيظبط معدل سكر الدم. ومادام سكر الدم عندنا مش عالي اعرفي ان الحرق عندك شغال بيرفكت. اعرفي ان الحرق عندك شغال بيرفكت. طول ما سكر الدم عالي حرقك بطيء جدا جدا جدا. طول ما سكر الدم عندك منتظم فانت معدل الحرق بتاعك تحفة جدا جدا جدا. وده يوصلنا لنقطة ايه اللي انا اتكلمت فيها في الفيديو اللي فات، قلت لكم ما تحسبوش السعرات، اهتموا بالاكل اللي ما بيعملش حاجة اسمها انسولين سبايك، اللي ما بيعليش انسولين الدم مرة واحدة، اللي ما بيخليش انسولين الدم عادي مرة واحدة. عشان كده انا قلت لكم النقطه دي، ان طول ما سكر الدم مستواه طبيعي، طول ما انت معدل الحرق بتاعك حلو جدا وشغال زي الفل، مش محتاجه تقللي اكل كتير قوي عشان تخسي. لا، مجرد ما انت بتاكلي الاكل اللي يشبعك والاكل ده مش معلي سكر الدم كده شكرا، انت الحرق بتاعك شغال وهتفقدي الدهون الزياده اللي في جسمك. فهمتي الفكره عامله ازاي؟ الكروميوم بقى بيدينا الحته دي، ان هو بيتاخد برشامه بعد الوجبه دايركت يا اما مع الوجبه، عشان يخلي الوجبه دي ما تعليش سكر الدم قوي، فبالتالي ما يعملش انسولين سبايك. ايه اللي هيحصل لما ما يعملش انسولين سبايك؟ معدل الحرق عندك مش هيبطأ، هيفضل شغال زي الفل. تاني حاجه، لما احنا بيحصل لنا انسولين سبايك او بناكل حاجه بتعلي لنا سكر الدم جامد فبينزل مره واحده جامد، فنحس ان احنا جعانين بعدها بساعه. هنا بقى ميزه او مهمه الكروميوم ان هو مش بيخلينا نجوع بسرعه بعد الوجبات، لانه بيحافظ على سكر الدم طبيعي. فمش بيحصل كل الليله دي بقى ان يحصل انسولين سبايك بعد كده الانسولين ينزل مره واحده، او مستوى الانسولين او مستوى السكر في الدم ينزل مره واحده، فتحسي ان انت هبطتي وجعانه مره واحده. ما بيحصلش كل ده، بيخليكي شبعانه وقت اطول. حلو. يبقى عندنا الكارنيتين بيعمل ايه؟ بيعلي الحرق من الدهون. الكروميوم بيعمل ايه؟ بيظبط مستوى سكر الدم، فبالتالي شهية اقل ومعدل حرق اعلى. فهمتوا الاتنين عاملين ازاي؟ هما الاتنين مكملين لبعض. على فكرة انا تقريبا انا اول مرة استخدم الكروميوم من الشركة دي، كنت بستخدم من شركة تانية. يمكن اول مرة اجيب بتاع شركة نيوتريكس. مش عارفة هو فيه كروميوم ولا لا والله، بس اللي انا كنت بستخدمه الاول كان فيه كروميوم، كان الكارنيتين ومعاه في السؤال اللي بعده في حد سألني على الكرياتين. جماعة انا قلت الكارنيتين مش كرياتين. الكرياتين ده موضوع تاني ملوش علاقة بالفاتس، ملوش علاقة بنزول الوزن، ليه علاقة بايه؟ بالماسلز، اننا نبني كتلة عضلية اكبر
عن طريق مش هو اللي بيعمل كده، هو مش بيبني كتلة عضلية أكبر، هو بيبني عضلات عن طريق إن هو بيزودك بالطاقة على مدى بعيد. يعني مش إن هو أنا باخده باحس إن طاقتي زادت، لأ، على المدى البعيد. يعني انت بتاخديه، بتفضلي تاخديه، بتبداي تحسي فرق في طاقتك في التمرين بعد اسبوعين ل3 اسابيع، وبعدها بتبداي تحسي ان انت بتقدري تشيلي اوزان اكتر. مع تظبيط اكلك بتبداي بقى تلاقي ان في كتله عضليه زادت. بس هو ده الفكره بتاعت الكرياتين. فرقوا ما بين الكرياتين والكارنيتين اللي هو اللي انا بتكلم عليه النهارده. اتفقنا. البنوته اللي قالت لي بطني شبه الكوره ومعاها ترهل، طيب خليني اقول لك بقى إيه بطنك شبه الكوره ليه؟ ليه؟ ما هو اكيد في سبب ليه. الملخص انتفاخ قولون يعني، ودهون، وضعف عضلات بطن. حل الثلاث مشكلات دول، انت نفخة البطن وحجم البطن ده هينتهي. الدهون اتكلمت عليها المرة اللي فاتت، قلنا ازاي نحرق من دهون البطن تحديدا عن طريق دمج دايتين اللو كارب والصيام المتقطع. ضعف العضلات انا ما بتكلمش في انستجرام قد ما بتكلم على تمارين الكور، عليكي وعلى تمارين الكور. انت لو دخلتي عندي على انستجرام هتلاقي كل فيديوهات انا بتكلم على تمارين الكور حرفيا. والانتفاخ اعرفي الاول انت عندك قولون ولا ما عندكيش، عندك او قولونك او بطنك بتنتفخ لما بتاكلي ايه تحديدا، وحاولي تمنعيه، وحاولي تمشي على النظام ده فتره، وانت هتشوفي في خلال شهر النتيجه ما حصلتش. انا بصور في وقت صعب جدا، انا بصور في وقت صعب جدا، اظن انتوا سامعين الدوشه اللي عندي. استنوني في فيديو تاني بجاوبكم فيه برضو على اسئلتكم. متنسوش ان كل الفيديوز اللي هتتعمل في السلسله دي هي قائمه على الاسئله اللي انتوا هتكتبوها لي تحت في الكومنتس. انا كنت شوقتي، اشوفكم الفيديو اللي جاي.